تنص المادة 67 من قانون الحرية الأساسية وحقوق الإنسان أنه لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وهذا الحق مضمون عن طريق توفير خدمات صحية عامة ومجانية. لكن الظاهر في هذه الحالة يثبت العكس. مواطن جزائري في العقد السادس لا حيلة له ولا قوة عثر عليه ملقا على الأرض في حالة يرثى لها دون تدخل الجهة المعنية لإنقاذ حياته. كان في الواد رفدته هبط بالكروسة وطلعته لنا الطريق باش الناس تما قاع يشوفوه. هذا وش كاين؟ جاو البارح في الليل، جاو والله ما نبالي غير يقول لك انا متحمس تما ريسبونسابيليتي. انسان هذا عنده 3 ايام وهو مرمي تحت، من الجيران جابوه لهنايا، شوفوا الحاله تاعو الدود كلاه النمل. هذه هي الدوله الجزائريه. حالة الرجل أثارت القلق والأسى في نفوس المارة، حيث حمل بعض المواطنين الجهات المختصة التقصير تجاهه، علما أنهم اتصلوا بالحماية المدنية والدرك الوطني عدة مرات منتقدين تركه في الشارع بهذه الطريقة غير الإنسانية وغير الحضارية، والتي يعاقب عليها القانون بدعوى عدم مساعدة شخص في خطر. احنا شفنا الظاهرة هذه تلقى إنسان كما هذا يريح 3 أيام وتلحق ليه الحماية المدنية ويقول لك هذا الإنسان مازال حي. جاب لي ربي أنا كما نقولوا بور موا سي با نورمال. دوك أنا لو كان قد صيامو ما يهنينيش ضميري باش نخليها هكا في الواد ونروح. واحد هذا المشكل الله غالب عليه، يعني بالماء ولا بالماكله ولا نقوموا بالصح. لو كان كاينه حكومه نتاعنا وجاو ليه الجدارميه وقالوا جاو ليه الفومبيه ثاني، جاو ما داوش نورمال ما يدوه. احنا يا اخي احنا مواطنين وجزائريين، وهذا راه وليد الوطن، يديه للبلاص شوفوه، يعني دون المركز يشوفوه كيفاش واش بيه. انسان كيما هذا راهو بشر، هاك تشوفه ما كانش اللي يحوس عليه. ديكلارينا لي جوندارم جاو شافوه قال لك ما عندنا ما نديروا له، هاك معايا. واش راح نقول لك انا درنا اللي علينا، جبنا له دوانه حنا له صباط وصبنا الدود في رجليه. في زمن أصبحت فيه المواطنة في الجزائر عبارة عن أرجوحة ميناء قديمة تتلاعب بها الرياح، أضحى المواطن الجزائري يبحث عن مستقر لا تجسده حقيقته.